اليوم رح نكمل الجزء الثاني ورح ورجيكم صورة الشبح مثل ما وعدتكم. نفس الليلة نمت وفقت على صريخ زوجي وهو عم يصرخ وأنا حدته، بس ما كنت قادرة أتحرك، في شيء قاعد على صدري. وفجأة حسيت إنه عم ينسحب جسمي من التخت من رجلي. تاني نهار الصبح لقينا إيدي التنتين مجروحين من فوق لتحت، جروح طويلة وكأنه حدا ماسك شي حاد وممشيه على إيدي ومخربشني. لقينا بيت تاني وبلشنا نضب، وأنا عم نظف فتت على غرفة الأولاد لقيت كل شي كان ضايع من قبل تحت تختهم، كل شي حرفياً، مع إنه تخت البيبي عالي مستحيل إنه ما شفتهم من قبل تحته. شلون هيك فجأة طلعوا؟ يوم النقل حطيت ابني بالووكر يعني المشاية، فجأة بلش يلف بالغرفة، يلف ويدور ويطلع على السقف ويضحك ضحك مو طبيعي، وضل هيك يلف من مكان لمكان وعيونه دايما على السقف. شو كان عم بيشوف؟ مع مين كان عم يضحك؟ رح جن؟ سبحان الله. من وقت ما انتقلنا على بيت تاني الأصوات راحت والولاد رجعوا يناموا طبيعي، ما عاد يصرخوا، ما عاد يخافوا، وأنا ما عاد حسيت بوجود شي بالبيت. البيت الجديد كان بنفس الشارع بس مبنى تاني، والغريب إنه كل عيلة اجت بعدنا على البيت بعد فترة قصيرة انتقلت وحدة ورا وحدة. بس أنا كمان ماني قليلة، من فضولي عملت إيميل جديد وبعثت لصاحب البيت قلت له ليش كل اللي بيتأجروا البيت بيطلع بعد فترة، كأنه في شي غريب بهالبيت. اسمعوا لي جوابه أبرد من هيك ما شفت، بيقول بعرف بس لا تخافي هن ما بيأذوا حدا. مين هنن؟ كيف ما بيأذوا حدا؟ وإيدي وصريخ زوجي وولادي. الصور اللي شفتوها هي حقيقية للشارع اللي فيه البيت. يا ترى شو في سر بهالبيت؟ هاي القصة حقيقية وصلتني من لندن، من صبية سورية عايشة هنيك. اكتبولي هل سكنتوا ببيوت مسكونة من قبل بالغربة؟ وشيروها لرفقاتكم اللي ساكنين بأوروبا، عسى ولعل يخافوا شوي.